تجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني والرامي إلى بعث الصناعة الوطنية وحرص من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير قدرات الصناعة العسكرية بما يتماشى واحتياجات القوات المسلحة. أشرف اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تدشين بداية الإنتاج على مستوى مؤسسة تطوير صناعة العربات بالمنطقة الصناعية بعين بوشقيف دائرة سوقر ولاية تيارت. الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تابع وبعناية كبيرة تفاصيل الشروحات المقدمة حول ورشة تركيب العربات. Essayer de réduire le nombre d'années de l'intégration. Oui, c'est tout. Il faut me dire à 3 ans, il faut essayer de, en 2 ans, si vous avez une bonne volonté. Oui. Et je crois que vous arriverez. On démarre cette année. Oui, d'accord, mais il faut que l'aboutissement dans 2 années. 2 ans. C'est pas trop. Hein. وخلال تفقده وحدة الإنتاج أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على ضرورة تقليص مدة الإنتاج والحرص على النقل التكنولوجي في الآجال المقبولة. En 2 ans, on arrive à intégrer les codes, donc nous sommes sur la bonne voie. مهما سي الفريق تسمح لي البارتنير التكنولوجي راه يدير في اون سيرتين ايفوليسيون تاع لافونسمون دي طرابلس. هو عنده اون باز بلي لي زالجيريان عندهم مي اليوم كي راه يشوف بلي عندنا اون سيرتين باز دو كونيسونس اون بو افونسي بلو رابيدمون على الاشياء اللي كانوا on utilise le terme progressivement jusqu'à quand progressivement il y a une date butoir fixée. وبالمناسبة أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم خروج أولى العربات الجزائرية من نوع مرسيدس بنز بتيارت. الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز هي ثمرة شراكة استراتيجية في المجال الصناعي مختصة في صناعة العربات لكل أرضيات صنف جيم والسيارات النفعية من نوع سبرينتر. وتتكون الشركة المختلطة من 3 مساهمين، الجزائر ممثلة في شركة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني بنسبة 34%، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية بنسبة 17%، وصندوق الاستثمار الإماراتي أبار ب 49%، أما الشركة الألماني دايمر فله الدعم التكنولوجي. وفي الأخير دشن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مركز التدريب التقني، كما وقع على السجل الذهبي للشركة الجزائرية لصناعة السيارات. أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على ضرورة تقليص مدة الإنتاج والحرص على النقل التكنولوجي في الآجال المقبولة. En 2 ans, on arrive à intégrer les codes, donc nous sommes sur la bonne voie. مهما سي الفريق تسمح لي البارتنير التكنولوجي راه يدير في اون سيرتين ايفوليسيون تاع لافونسمون دي طرابلس. هو عنده اون باز بلي لي زالجيريان عندهم مي اليوم كي راه يشوف. تجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني والرامي إلى بعث الصناعة الوطنية وحرص من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير قدرات الصناعة العسكرية بما يتماشى واحتياجات القوات المسلحة. أشرف اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تدشين بداية الإنتاج على مستوى مؤسسة تطوير صناعة العربات بالمنطقة الصناعية بعين بوشقيف دائرة سوقر ولاية تيارت. الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تابع وبعناية كبيرة تفاصيل الشروحات المقدمة حول ورشة تركيب العربات. Essayer de réduire le nombre d'années de l'intégration. Oui, c'est tout. Il faut me dire à 3 ans, il faut essayer de, en 2 ans, si vous avez une bonne volonté. Oui.
Et je crois que vous regrettez comme On démarre cette année. Oui, d'accord, mais il faut que l'aboutissement dans 2 années. C'est pas trop, hein. وخلال تفقده وحدة الإنتاج يشوف بلي عندنا اون سيرتان باز دو كونيسونس اون بو افونسي بلو رابيدمون على الشيء اللي كانوا on utilise le terme progressivement, jusqu'à quand progressivement? Il y a une date butoir. C'est fixé. وبالمناسبة أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم خروج أولى العربات الجزائرية من نوع